تخيلوا معي مشهداً يعكس قمة العبقرية البشرية في مواجهة أعظم تحديات التاريخ. رجل واحد يمتلك عقلاً جباراً وطموحاً لا يعرف حدوداً، ينجح في إسقاط كيان دام 1000 عام، الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كيف حدث هذا التحول الجذري في موازين القوى الأوروبية؟ هل كانت مجرد سلسلة من المعارك الخاطفة والانتصارات العسكرية الخاطفة، أم أن هناك خيوطاً خفية، مؤامرات محبوكة في الظلام، وأسراراً لم تكشف عنها كتب التاريخ بعد؟ إنها قصة تتجاوز مجرد سرد الأحداث الحربية، إنها رحلة عميقة إلى دهاليز السياسة الملتوية وخفايا القصور وسحر السلطة الذي يمكن أن يهز عروشاً عمرها قرون. في كل زاوية من هذه الملحمة تتناثر ظلال المؤامرات وهمسات أسرار القصور المغلقة ودسائس السياسة التي تدار في الخفاء، وكلها لعبت دوراً حاسماً في هذا اللغز التاريخي الذي أعاد تشكيل وجه أوروبا إلى الأبد. قبل أن يظهر نابليون على المسرح العالمي، كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ذلك الكيان الشاسع الذي نشأ من رماد الإمبراطورية الرومانية القديمة في القرن العاشر كائناً أسطورياً. لم تكن مجرد دولة بالمعنى الحديث، بل كانت نسيجاً معقداً من الممالك والإمارات والأسقفيات المستقلة تقريباً والمدن الحرة يحكمها إمبراطور ينتخب من بين كبار الأمراء الألمان. امتد نفوذها السياسي والديني عبر أجزاء كبيرة من أوروبا الوسطى، من ألمانيا وإيطاليا إلى أجزاء من فرنسا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا. كانت رمزاً للوحدة المسيحية في أوروبا، وحصناً منيعاً بدا وكأنه خالد لا يقهر، جدار صلباً صمد أمام عواصف التاريخ وتحديات العصور الوسطى وعصر النهضة. قوتها تكمن في شرعيتها التاريخية والدينية، حيث كانت ترى كاستمرار للإمبراطورية الرومانية القديمة وممثلاً لسلطة البابا في الشؤون الدنيوية. لكن هذه القوة كانت أيضاً نقطة ضعفها، فبسبب لا مركزيتها الشديدة وتنافس الأمراء الدائم كانت هشة من الداخل، تفتقر إلى جيش موحد ومركزية سلطوية قوية. فما الذي يمكن أن يطيح بهكذا عملاق يبدو صامداً من الخارج ولكنه ينخره الضعف من الداخل؟ في قلب هذا المشهد التاريخي الذي كان يغلي بالتحولات يبرز اسم نابليون بونابرت. لم يكن مجرد جنرال لامع أو قائد عسكري فذ، بل كان أشبه بشخصية خرجت من رحم الأساطير، المجنون الذي خطط لتغيير وجه أوروبا. كان يمتلك رؤية استراتيجية تتجاوز المعتاد، وقدرة مذهلة على فهم نقاط ضعف خصومه ببراعة لا تصدق، لم يسبق لها مثيل. المؤرخون غالبا ما يركزون على انتصاراته العسكرية الساحقة في معارك مثل أوسترليتس، معركة الأباطرة الثلاثة، ويينا أورستيد، لكن القصة الحقيقية لسقوط الإمبراطورية الرومانية المقدسة أعمق من ذلك بكثير. تشير العديد من الروايات والتحليلات التاريخية إلى أن نابليون لم يعتمد على قوة المدافع والسيوف والمناورات التكتيكية فحسب، بل كان لديه أساليب سرية، ألاعيب سياسية دقيقة، وشبكة واسعة من العملاء والمخبرين المنتشرين في كل بلاط أوروبي. هل كان يمتلك قوة خفية، قدرة على التلاعب بالعقول، أو ربما سحرا سياسيا يربك خصومه ويشل قدرتهم على المقاومة؟ إنه لغز يحيط بشخصيته الكاريزمية التي لا تزال تثير الجدل حتى يومنا هذا. هنا ندخل في صميم الغموض الذي يكتنف عملية سقوط الإمبراطورية. لم يكن هذا السقوط مجرد نتيجة لمعركة خاسرة واحدة أو هزيمة عسكرية حاسمة، بل كانت عملية طويلة ومعقدة تخللتها أحداث غامضة لم توضح تفاصيلها بشكل كامل في كتب التاريخ المدرسية. هل كانت هناك خيانة واسعة النطاق داخل القصور الإمبراطورية حيث بيعت الولاءات وشتتت الصفوف؟ هل لعبت القوى الخفية مثل الماسونية أو جمعيات سرية أخرى كانت منتشرة بقوة في أوروبا في تلك الفترة دورا في إضعاف هذا الكيان العظيم الذي كان يمثل رمزا للنظام القديم؟ لقد كانت هذه الجمعيات بمبادئها التنويرية وأفكارها الليبرالية تتناقض بشكل جوهري مع الهيكل الإقطاعي والمحافظ للإمبراطورية الرومانية المقدسة. هل كانت المعارك الضارية التي خاضها نابليون مجرد غطاء لحرب أخرى أعمق وأكثر خبثا، حرب تدور في الخفاء تستهدف أسس الإمبراطورية من الداخل وتعمل على تفتيت وحدتها وتماسكها؟ التاريخ يهمس بحكايات عن قادة إقليميين تغيرت ولاءاتهم فجأة وبشكل غير متوقع، وعن قرارات سياسية بدت غير منطقية في سياقها العام لكنها خدمت مصالح نابليون بشكل مباشر وغير مباشر.
استخدم نابليون الدعاية المكثفة لنشر الشائعات حول قوته العسكرية التي لا تقهر وقدرته على هزيمة أي جيش يقف في طريقه. هذا بث الخوف والرعب في قلوب الأمراء والقادة داخل الإمبراطورية، ودفع بعضهم إلى التفاوض معه وتقديم تنازلات بدلاً من المقاومة التي بدت بلا أمل. كانت معارك مثل أوسترليتس بمثابة استعراض للقوة، أرسلت رسالة واضحة لكل من يفكر في التمرد. من المؤكد أن نابليون امتلك شبكة تجسس واستخبارات على أعلى مستوى. هل زرع جواسيسه داخل بلاط الأمراء والنبلاء في جميع أنحاء الإمبراطورية؟ ربما لم يقتصر دور هؤلاء الجواسيس على جمع المعلومات الحساسة عن الخطط العسكرية والسياسية فحسب، بل ربما قاموا أيضا بنشر معلومات مضللة أو حتى تزييف أوامر عسكرية لدفع خصومه إلى اتخاذ قرارات خاطئة تخدم مصالح فرنسا وتزيد من الفوضى الداخلية في الإمبراطورية. كانت استراتيجياته مزوجا فريدا من القوة الغاشمة العسكرية والبراعة السياسية التي لا تصدق، حربا للعقول لا تقل أهمية أو شراسة عن حروب المدافع والبنادق. وفي النهاية لم يكن الأمر مجرد هزيمة عسكرية أو سقوطا على أرض المعركة، ففي عام 1806 تحت ضغط نابليون الذي كان قد هزم القوات النمساوية والروسية في أوسترليتس وأسس اتحاد الراين، أعلن الإمبراطور فرانسيس الثاني حل الإمبراطورية الرومانية المقدسة رسميا، لينهي بذلك وجود كيان دام 1000 عام. لم تكن مجرد نهاية لدولة، بل كانت نهاية لفصل مظلم من التاريخ الأوروبي وبداية لعصر جديد من القوميات والدول الحديثة. لكن هل انتهت حقا أم أن قوتها تحولت إلى شكل آخر، أو ربما انبعثت في كيانات أخرى؟ هل لا تزال أسرارها مختفية في صفحات التاريخ المنسية بانتظار من يكتشفها؟ وهل هناك من يحييها في الظل حتى الآن بانتظار الفرصة للعودة والظهور مجددا، ربما بشكل مختلف تماما؟ هذه التساؤلات تظل عالقة في الأذهان، تدعو إلى مزيد من البحث والتدقيق في خبايا التاريخ.